البدايه كده نجاح الزيتون من بدايه الشراء. انا يا جماعه اشتريت من واحد ما عندهوش ضمير، كان مخلط حاطط زيتون تفاحي على عزايزي، يعني في وسطه عزايزي، وانا بوريه لكم اهو. والعزايزي ده يا جماعه شديد المراره، وده ليه طريقه معينه في التخليل، والزيتون العزايزي دوت هو اللي بيقعد لشهر رمضان. انما التفاحي ده الزيتون اللي ما بيطولش في التخليل بتاعه، اقصاها شهر. ودي الطريقه اللي انا هعملها النهارده. لا انا كمان هخليها يقعد بالظبط 10 ايام. طريقه التف دي زي ما انا بشاور بايديا، هعمل زيتون مفدخ. فالزيتون المفدخ ما بيتعملش غير بالتفاحي. ايه هي بقى مقاديري؟ توم، وده فلفل احمر حلو، احنا بنجيبه وبنفرمه في الخلاط وبنركنه عندنا في التلاجة، بطلعه حسب الطلب. ودول حوالي 3 جزرات بشرهم بالمبشره، وده كيلو الا ربع من الليمون عصرته، وشويه فلفل حسب الطلب، وعندي حزمتين كرفس في الطبق اللي انتوا شايفينه دوت. ودي البرطمانات بتاعتي. البرطمانات يا جماعه انا بعقمها ازاي؟ بجيب ميه دافيه عليها معلقتين 3 من الخل، واقعد ارج يمين وشمال كده في البرطمان، وبعدين افضل ميه كده البرطمان بتاعي اتعقم. يبقى البرطمانات بتتعقم بميه وخل، سواء كان برطمان ازاز او برطمان بلاستيك. المفدخ زي ما انا ضربت بكيلو ايديا كده، زيتونيه زيتونيه. بس انا طبعا ده كيلو ونص حوالي من الزيتون، لو عملت زيتونيه زيتونيه انا كده هتشل. فانا بعمل ايه بقى؟ بجيب شنطه وبحط فيها حوالي 5 6 زيتونات، وبكيلو ايديا كده او مكسر هبتدي انجز في، يعني فوق ما تتخيلوا. الكيلو ونص من الزيتون عملتهم على البث المباشر تقريبا في 5 دقايق كنت مخلصهم. ادي كده الزيتون بتاعي كسرته بايديا. تمام. ولو في زيتونه اتكسرت خالص مش مهم، الدنيا ما باظتش يعني، هنزل عليهم بقى بحزمه الكرفس وبالجزر المبشور زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، وابتدي اقلب تقليب جيد جدا لحد لما الزيتون والكرفس يخشوا ايه في بعض. موضوع سهل وجدا، ودي الطريقه اللي هي تقعد بالظبط 10 ايام 12 يوم بالكتير قوي تاكلي منه. الدقه بقى بتاعتي شويه توم محترمين، عليهم شويه فلفل اللي هو المعجون الفلفل او المفروم الفلفل الحلو، عليهم معلقه من الكزبره الناشفه، وندقه كويس. اديته لابن محمد كده يكمل دق لحد لما هقول لكم هحط ايه تاني. حطيت شويه حبه البركه. انا مش هحط هنا عصفر. ليه العصفر؟ ما انا حاطط جزر، اللي عايز يحط يحط براحتكم يعني يا جماعه، ده حسب الرغبه. فزي ما انتم شايفين كده هو ده الخليط بتاعي. وبعدين الدقه بتاعتي هي دقتها زي ما انتم شايفين، ده عباره عن توم وفلفل حلو وكمان عليهم كزبره ناشفه. طيب ده كيلو ونص من الزيتون، هحط قد ايه ملح؟ هحط معلقتين ملح على الكيلو، يعني انا هحط 3 معالق ملح. لو الملح بتاعك شديد الملوحه يبقى معلقه ونص من الملح على الكيلو زيتون. نخلي بالنا ان الطريقه ديت يا جماعه بالزيتون انا مش هعمل محلول ملحي، والطريقه ديت للتخليل السريع. التخليل اللي بيقعد حوالي سنه او يقعد 6 شهور بيتعمل له محلول ملحي. انا مش هعمل محلول ملحي. طيب ادي البرطمانات اللي انا معقمها بالخل والميه الدافيه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. رصيت الفلفل بتاعي، اللي مش عايز يحط فلفل ما يحطش، ده حسب الرغبه. واللي عنده اطفال عشان ما يشطشطش معاه الدنيا بلاش منه. ادي كوبايه الليمون بتاعتي اللي انا عصرها، عباره عن ايه ده يا جماعه؟ عباره عن جبت كيلو الا ربع من الليمون عصرته اداني الكميه ديت، والقشر هستخدمه دلوقتي واوريكم هستخدمه ازاي. وهعبي البرطمانات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا الزيتون ده متملح تمام، حلو قوي. وانا بقلب اهو، بعد ما احط في كل برطمان امله، بس مملاش للاخر، مملاش من الاخر، وابتدي اكبس بالمعلقه كده بظهر المعلقه، اضغط على الليمون الزيتون بتاعي لحد لما اسيب مسافه. المسافه دي هحط فيها ايه؟ هحط بقى زي ما انتم شايفين اهو، قسمت كوبايه الليمون على ال3 برطمانات، وبعدين نزلت بقشر الليمون بتاعي غطيت بيه. يبقى انا استخدمت قشر الليمون ان انا اغطي بيه فقط، انا مش هاكله. خلاص. في طرق تانية مختلفة، في ناس بتعمله ما بتغليه، طبعا دي المدد الطويلة. انا الطريقة دي بالظبط 10 ايام 12 يوم باكل الزيتون دوت. وبزود مية، دي مية يا جماعة مية مفلترة، انا عندي فلتر ومية نظيفة مية مفلترة. طب المية دي ساقعة؟ لا مش مية ساقعة ولا مية سخنة، مية درجة حرارة الغرفة. طيب ينفع نعمل ايه لو ما عندناش فلتر؟ نجيب مية ونسخنها ونسيبها تبرد خالص بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين نزود بيها، واقفل بالزيت بتاعي. يفضل زيت زيتون، انا ما عنديش زيت زيتون فحطيت الزيت اللي انتوا شايفينه ده. ويفضل زيت يكون نظيف، يعني ما نحط الزيت يضيع طعم او يغير من طعم الزيتون. واقفل البرطمان بتاعي كده زي ما انتم شايفين اهو، بقلبه يمين وشمال زي الفل. وده كان شكله النهائي بعد 12 يوم، 10 12 يوم ناكل منه. طيب انا ليه بقول ده سريع؟ انا بحب الطريقه ديت عشان انا كسرته، يعني دغدغته، يعني فدغته، فبالتالي هيمتص الملح بسرعه، وهياخد من الخضروات ديت بسرعه، وهيبقى جاهز على الاكل. طريقه الشق هتاخد شهر، وطريقه الشق بياخد محلول ملحي. ده انا بتكلم كده يا جماعه على التفاحي. بالنسبه للعزايزي بقى طريقه تانية مختلفه خالص، اللي هو هيقعد لشهر رمضان. انا
مش هتكلم عنها في الفيديو دوت، نخليها في فيديو تاني. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. ده باختصار المفيد بتاع الفيديو اللي انا عملته على اليوتيوب.